مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل كبدة الفراخ. الحقيقة طريقتها بسيطة وسريعة كمان. تعالوا نشوف المقادير. دي حوالي 1.5 كيلو كبدة فراخ. دايما كبدة الفراخ لما بنشتريها بيبقى فيها حتة دهنة كده، نحاول نتخلص منها. كل قطعة تقريبا متقطعة 3، وملح، شوية ملح، وحوالي 2 فص ثوم كبير مدقوق، وريحان دي معلقة صغيرة، وحوالي عصير ليمونة كاملة اللي هي المقاس ده كده. ممكن الليمون اللي جاهز برضو هيبقى تقريبا اقل من ربع كوباية، حاجة بسيطة، او حوالي 3 معالق كبار. وفلفل شطة مقطعاه صغير، ده قرن اللي هو الأورنجي، او ممكن لو احنا مش عايزينه شطة ممكن نستخدم الفلفل الاحمر العادي، يعني نص دي مثلا تتقطع صغير خالص بدل الفلفل الشطة. وعصير بصلة كبيرة انا بشرتها وعصرتها، والبشر نفسه هستخدمه برضو، بس انا بغطيه عشان لسه هستخدمه في التسوية. دي ربع كوباية زيت، او حوالي 4 معالق كبار زيت، ده زيت الكانولا. ممكن نستخدم زيت الذرة او اي انواع من الزيت، او زيت الزيتون لو بنحب. 3 معالق كبار خل ابيض، وهناخد من ده معلقة عسل نحل في الاخر برضو هنضيفها. تعالوا نشوف ازاي هخلط المقادير. اول حاجة هعملها هبتدي انقع الكبدة في الليمون. هضيف الليمون على الكبدة والبصل. ده البصل، انا ضفت البصل، خل، والليمون. بحط شوية ملح صغيرين خالص، يعني حوالي نص معلقة صغيرة. اقلبها كويس قوي. بعد كده اغطيها واسيبها لمدة من 1.5 لساعتين. ممكن نبيتها قبليها بليلة. دلوقتي عدى على الكبدة ساعتين. حطيتها في مصفى، صفيتها خالص من الليمون والخل وعصير البصل، يعني مفيهاش مية خالص. هبتدي اولع النار على المقلاية اللي هستخدمها، وهحط الزيت الاول. هولع على نار عالية، لازم تبقى النار عالية على الاخر. بعد كده احط البصل، شوحه شوية الاول، ومعاه الفلفل. ده نفس البصل اللي انا اخدت منه العصير. والكبدة انا سايباها تتصفى كمان عشان تنزل على قد ما تقدر من نقعها في الخل والليمون والبصل، بيضيع زفارة الكبدة. وفي نفس الوقت ما نستعملش العصير اللي احنا نقعنا فيه، نرميه. اول ما احس انه ابتدى يتحمر احط الثوم على طول. وانا بحمرها حسيت انها محتاجة زيت تاني، ممكن احط حتة زبدة او اكمل زيت. بعد كده احط على طول الكبدة والنار عالية. ما احطش توابل دلوقتي، استنى لما ميتها تنشف خالص. وانا شغالة ما غطيهاش، لازم المية تنشف خالص وتتشوح في نفس الوقت قبل ما احط التوابل. زي ما احنا شايفين شربت، نزلت ميتها كلها وبتبتدي تتحمر. في الوقت ده انا هحط التوابل بتاعتي. هحط الريحان والفلفل الاسود وشوية عسل نحل، واقلبها واحمرها. وطبعا ادوق الملح، لو حسيت انها محتاجة ملح احط لها شوية. برضو لو محتاجة ازود توابل ممكن ازود فلفل اسود مثلا. كده كفاية. لو انا عايزة لها صوص شوية ممكن اضيف شوية مية، لكن لو عايزة اقدمها ممكن اقدمها بالطريقة دي، او ممكن اضيف لها شوية مية عشان يبقى فيها صوص. زي ما احنا شايفين ده الشكل النهائي للكبدة. حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم، واشكركم جدا، والى اللقاء.